طبعا ساخنة العجة، تمام ما شاء الله تتقدم. طبعا العجة ساخنة هيك، شوفوا ما شاء الله اللون والجمال والطعم ولا أروع. طبعا طعم ولا أروع. أتمنى عجبتكم. أهلا وسهلا فيكم قناة حلوانجي، قناة إن شاء الله راح تكبر فيكم. اليوم وصفتنا مشاط الزهرة اللي هي العجة الفلسطينية، تمام. راح ناخذ راس زهرة، تمام. نسلقه ونغسله بالأول، طبعا مغسول، ونسلقه لأنه بدنا إياه يكون مستوي لحتى إنه يكون طعمه رائع، وإن شاء الله راح ناخذ لون رائع كمان. أول إشي ناخذ راس الزهرة نقطعه على شكل وردات، تمام، بالشكل هذا. طبعا هذا الحجم اللي بدنا إياه، تمام، حجم زي وسط يكون يعني، عشان يستوي معنا بسرعة، ما نتغلب فيه يقعد وقت طويل على النار زي هيك. طبعا نحط طنجرة على النار، تمام. أول ما نحطها قبل ما تغلي بنحط ملعقة فلفل، تمام، عليها. نحط ملعقة أو ملعقة صغيرة كركم صغير، راح تعطيك لون رائع للعجة طبعا. وملعقة ملح صغيرة طبعا زي هيك. نذوبها، نذوب الملح والفلفل وملعقة الكركم على النار. طبعا نتركها لحتى تغلي، وبعد ما تغلي نبلش نحط قطع الزهرة. شوف اللون كيف لما غليت، تمام. رايح اللون هذا ينعكس على العجة بلون حلو كثير. نبلش هسه ننزل الزهرة، تمام. قطع الزهرة نبلش ننزلها، بس مجرد ما خلصنا الكمية اللي معنا، تمام، بنعير عليها بس 10 دقايق، 10 دقايق سلق، لحتى تكون إن شاء الله مستوية وماخذة لون حلو كثير. نبلش ننزل كل قطع الزهرة، طبعا هيك بكون استوت 100%. 10 دقايق كيف استواء. ناخذ واحدة زي هيك، تمام، ونشوف 100% مستوية، أمورها تمام. هسه نخرجها من على النار، نطفي النار عليها طبعا، نخرجها ونصفيها من ميتها، تمام. تصفى يعني مدة 10 دقايق بس، مش أكثر يعني. صفي ميتها حتى ما يظل فيها ولا إشي. طبعا هيك بكون شكل الزهرة بعد السلق. شوف كيف هذا من الكركم يعطيه لون كثير أكثر من رائع، لون أصفر حلو جميل. بلش بالخلطة. طبعا الخلطة عندنا 4 حبات من البيض، نضيف له ملعقة، نص ملعقة من الفلفل الأسود، ومنضيف له نصف ملعقة من الملح، ملح الطعام طبعا، ثوم، 3 حبات من الثوم مقطعات خفيف، ونصف راس من البصل، تمام. حطهم على الخلطة هيك. وبنضيف برضو كمان البقدونس. طبعا البقدونس يعني مكون أساسي للعجة، عجة الزهرة الفلسطينية. نزل الثوم، البقدونس، طبعا كوب من الثوم، عفوا البقدونس كوب واحد، وكوب من الطحين. نحطه تدريجي،
نحط أول شي 3/4 الكوب من الطحين، نحطه. تمام. ونضيف عليه ملعقة من ايش؟ بيكنج باودر. بيكنج باودر بيعطي كرمشة ونفخة كتير حلوة للعجة. ونصف كوب من الماء، نحطه كده نصف كوب تدريجي، شوف قديش بيحتاج منه. نص كوب من الماء. نخلط بشكل كويس، نخلط كل المكونات مع بعض هيك. بلش نخلط فيه كل المكونات مع بعض. كويس. لو تشوفوا الراحة كثير حلوة. نخلط بشكل كويس الخلطة كاملة. خلطة ممتازة، قوامها ممتاز. الآن نبلش ننزل الزهرة اللي عندنا. ننزل شوي نحطها بالزهرة عشان تعطينا قوام حلو. طبعا هيك يكون عندنا قوام العجة المناسب. نبلش قلي. طبعا قبل ما نقلي نفحص الزيت نشوفه حمي الزيت ولا لساته بارد. نحط هيك شغلة صغيرة زي هيك. لا هيك ممتاز. نبلش قلي. طبعا ناخذ شوي هيك، معلقة زي هيك طرفها. طبعا نحطها بالزيت زي هيك، نعملها هيك مشاط. ناخذ كمان معلقة زي هيك، نحطها بهدوء طبعا عشان ما تظلها متماسكة معك زي هيك. طبعا ناخذ كمان معلقة هيك، نحطها بالزيت بهدوء، نضغط عليها على الخط زي طبعا على السريع، يعني ما تطولوا عليها كثير لأنها بسرعة بتستوي زي هيك. راح تعطيك لون كثير حلو. مع القلي لازم يكون الزيت ساخن حتى يعطيك نتيجة كويسة وممتازة. حطوا هنا، في يعني معنا مجال كمان هون هيك. نقلبها يعطيك لون. نقلبها زي هيك. لازم يكون الزيت ساخن، يعني مدة دقيقتين مش أكثر يعني. هاي هيك. هاي اللون الذهبي المميز للعجة، ورائحة طبعا جدا شهية. طبعا شوفوا كيف اللون الذهبي المميز. هذا الشكل النهائي للعجة الفلسطينية أو مشاط الزهرة. تمام. شوف اللون الذهبي اللي أعطاه إياه الكركم، تماسك من الطحين، ما شاء الله. عجة هيك. تمام. العجة طبعا بتقدموها ساخنة العجة. تمام. ما شاء الله تتقدم طبعا العجة ساخنة هيك. شوفوا ما شاء الله اللون والجمال والطعم ولا أروع. طبعا طعم ولا أروع. أتمنى عجبتكم الوصفة إن شاء الله، ونشوفكم بوصفات ثانية. بس لا تنسوا دعم القناة حتى تكبر فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.